السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخيل لو صحيت النهاردة ومفيش انترنت، لا واتساب لا يوتيوب ولا حتى جوجل، بتعمل ايه؟ هتفضل قاعد في البيت بتبص للسقف، ولا هتطلع تدور على كتاب قديم تقراه؟ بصراحة الانترنت بقى زي الهواء اللي بنتنفسه، حاجة ما ينفعش نعيش من غيرها. بس هل فكرت في يوم الانترنت ده بيجي منين؟ يعني زي الكلام اللي بتكتبه في جروب الواتساب او الفيديو اللي بتتفرج عليه بقناتنا بيوصل في ثانية من موبايلك للعالم كله. لو عايز تعرف القصة الحقيقية ورا الانترنت، من اول فكرة في دماغ عالم في الستينات لحد الكابلات اللي بتمتد تحت البحر وحتى نقطة الواي فاي اللي عندك في البيت، فاستعد وخلينا نفهم مع بعض القصة من اولها. لو فاكر ان الانترنت بدأ لما اشتريت اول موبايل سمارت او لما دخلت اول مرة على فيسبوك، فانت غلطان تماما. القصة بدأت من زمان قوي، في الستينيات يعني، لما العالم كان بيحلم بطريقة تخلي الأجهزة تتكلم مع بعضها زي البني آدمين. في الأساس الإنترنت مش مجرد واي فاي أو أيقونة على موبايلك، ولا حتى بس الموقع اللي بتدخله عشان تشوف أخبار الكورة. الإنترنت هو شبكة عملاقة من الأجهزة متصلة ببعضها، زي نسيج عنكبوت ضخم بيغطي الكوكب كله، من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. كل جهاز في الشبكة دي، سواء كان كمبيوتر، موبايل، أو حتى تلاجة سمارت، بيقدر يبعت ويستقبل بيانات في أي وقت. الفكرة دي ما جاتش من فراغ. تخيل نفسك في الستينيات أيام الحرب الباردة، لما أمريكا والاتحاد السوفيتي كانوا في سباق تسلح وكل واحد خايف من التاني. أمريكا كانت عايزة نظام اتصالات قوي ما يتدمرش بسهولة، عشان لو حصل هجوم يفضلوا قادرين يتكلموا مع بعض. هنا ظهر عالم زي فينتون سيرف، اللي يعتبر واحد من أبطال الإنترنت. فينتون وفريقه بدأوا يفكروا ازاي نعمل شبكة لو جزء منها اتدمر الباقي يفضل شغال. فكروا في فكرة عبقرية اسمها الباكت سويتشنج. يعني ايه؟ بدل ما تبعت رسالة كاملة مرة واحدة زي الفاكس، بتقطع البيانات لقطع صغيرة، والقطع دي بتتركب تاني عشان تعمل الرسالة الأصلية. الفكرة دي كانت ثورية لأنها خلت الإنترنت مرن جدا وصعب جدا إنه ينهار. تخيل لو كنت بتبعت رسالة لصاحبك دلوقتي، الرسالة دي مش بتمشي في خط مستقيم زي مكالمة تليفون، لأ، هي بتتقطع لملايين القطع الصغيرة وبيوصلوا واحدة واحدة، وأحيانا كل قطعة بتمشي في طريق مختلف. لو طريق فيه زحمة، القطعة بتختار طريق تاني. يعني الإنترنت زي لعبة ليجو عملاقة، كل حتة بتسافر لوحدها لحد ما توصل وتتركب. في سنة 1969 حصلت أول خطوة حقيقية ناحية الإنترنت زي ما بنعرفه. فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا قرروا يجربوا يوصلوا جهاز كمبيوتر بجهاز تاني في معهد ستانفورد، يعني على بعد مئات الكيلومترات. حاولوا يبعتوا كلمة لوجن، كلمة واحدة بس تخيل الجهاز عطل بعد أول حرفين. يعني أول رسالة في تاريخ الإنترنت كانت LO. المحاولة دي على قد ما كانت بسيطة، كانت بداية شبكة اسمها أربانت، اللي كانت أم الإنترنت. من هنا بدأت الفكرة تكبر، وبدأ العلماء يضيفوا أجهزة أكتر للشبكة دي، زي لو بيزرعوا شجرة صغيرة بقت غابة بعدين. في السبعينيات العلماء حسوا إن الشبكة محتاجة قواعد واضحة عشان الأجهزة تفهم بعضها. تخيل لو كل جهاز بيتكلم لغة مختلفة، هتبقى فوضى. عشان كده ظهر بروتوكول اسمه TCP على IP، وده ببساطة زي كتاب قواعد اللعبة اللي بيخلي كل الأجهزة سواء في أمريكا أو اليابان أو حتى القمر تتفق على طريقة إنها تبعت وتستقبل البيانات. البروتوكول ده كان زي الغراء اللي لم الإنترنت مع بعضه، من غيره كنا هنفضل عايشين في عصر التلغراف. في الثمانينات الإنترنت بدأ يطلع بره المختبرات، بدأ الجامعات تستخدمه وبعدين الشركات وحتى الحكومات. بس وقتها الإنترنت ما كانش زي دلوقتي، ما كانش فيه صور ولا فيديوهات ولا حتى مواقع زي جوجل. كان مجرد أوامر وكواد، وكنت لازم تكون عبقري عشان تستخدمه. يعني لو عايز تبعت ايميل كنت بتحتاج شهادة دكتوراه في علوم الكمبيوتر. بس كل ده اتغير لما ظهر واحد اسمه تيم بيرنرز لي في سنة 1989. الراجل ده اخترع حاجة اسمها الورلد وايد ويب، ال WWW اللي بنكتبها في المتصفح. ال WWW دي زي المدخل السحري للإنترنت، اللي خلانا نقدر ندخل مواقع زي يوتيوب وفيسبوك بضغطة زرار. تخيل الإنترنت زي مكتبة ضخمة. ال WWW هو الكتالوج اللي بيخليك تلاقي الكتاب اللي انت عايزه بسهولة. من غير تيم واختراعه كنا هنفضل ندور في بحر من الأرقام والأوامر. الورلد وايد ويب ما كانش لوحده، في لغات تانية ظهرت معاه زي ال HTML.
اللي هي زي الطوب اللي بيتبني بيه المواقع والبرامج اللي خلوا الانترنت يبقى متاح للناس العاديين مش بس للعلماء. في التسعينيات الانترنت بدأ ينتشر زي النار في الهشيم، الناس بدأت تشتري أجهزة كمبيوتر في البيوت، ومن هنا الانترنت بقى حاجة شخصية مش مجرد أداة للحكومات أو الجامعات. دلوقتي خلينا نجاوب على السؤال المهم، الانترنت بيجي منين فعلا؟ لو بتفتكر انه بس واي فاي بيطلع من الراوتر بتاعك، استعد لمفاجأة كبيرة. الانترنت بيوصلك من خلال شبكة معقدة جدا من الكابلات، الأقمار الصناعية ومراكز البيانات. الجزء الأكبر من الانترنت بيجي من كابلات الفايبر اوبتكس اللي تحت البحر. أيوة، تحت البحر. الكابلات دي مش مجرد أسلاك عادية، دي زي أوردة الكوكب، بتمتد لآلاف الكيلومترات، بتربط قارات زي أمريكا وأفريقيا وآسيا وأوروبا. لو فتحت خريطة الكابلات دي هتحس إنك بتبص على خريطة كنز من العصر الحديث. السفن بتمشي في المحيطات وبتحط الكابلات دي بعناية فائقة، لأن أي غلطة صغيرة ممكن تكلف ملايين الدولارات. كل كابل فيه آلاف الخيوط اللي بتحمل بيانات بسرعة الضوء. يعني الفيديو اللي بتتفرج عليه دلوقتي ممكن يكون سافر من سيرفر في أمريكا تحت المحيط الأطلسي لحد موبايلك في ثواني. الكابلات دي مش بس تحت البحر، في كابلات برية كمان بتمتد في الصحراء، في الجبال، وحتى تحت المدن. كل ما تكون في مكان بعيد زي قرية صغيرة أو جزيرة، الكابلات دي بتبقى أصعب في الوصول. عشان كده ظهرت حلول تانية زي الأقمار الصناعية. شركات زي ستارلينك بتاعت إيلون ماسك بتبعت آلاف الأقمار الصغيرة للفضاء عشان توصل إنترنت لأماكن ملهاش كابلات، زي الصحراء أو القطب الشمالي أو حتى سفينة في نص المحيط. بس الأقمار دي لسه غالية ومتقدرش توصل نفس سرعة الكابلات دايما. عشان كده الكابلات لسه هي البطل الحقيقي ورا الإنترنت. الكابلات والأقمار مش كل الحكاية، في حاجة اسمها مراكز البيانات، ودي زي المخزن العملاق بتاع الإنترنت. مراكز البيانات دي عبارة عن مباني ضخمة مليانة سيرفرات، يعني أجهزة كمبيوتر قوية جدا بتحفظ كل حاجة من صورك على انستجرام لفيديوهات اليوتيوب حتى رسائلك على واتساب. المراكز دي موجودة في كل حتة في العالم. تخيل ان مركز بيانات واحد ممكن يستهلك كهرباء قد مدينة صغيرة. الشركات زي جوجل وامازون ومايكروسوفت بتستثمر مليارات عشان تبني المراكز دي، لان بدونها الانترنت هيبقى زي مكتبة من غير كتب. طيب خلينا نوصل للبيت بتاعك. الانترنت بيخش بيتك غالبا من كابل فايبر او خط تليفون قديم وبيروح للراوتر. الراوتر ده زي المايسترو بتاع الاوركسترا، بيوزع الانترنت على موبايلك، لابتوبك، وحتى السمارت تي في بتاعك. لو بتستخدم واي فاي، الراوتر بيحول البيانات دي لموجات راديو وموبايلك بيستقبلها. بس لو الانترنت عندك بطيء، ممكن يكون الراوتر بعيد او في تداخل من جيرانك اللي عندهم 20 جهاز متصلين بنفس الشبكة. لو الانترنت عطل عندك، اول حاجة تعملها انك تشوف الراوتر شغال ولا لا. ونصيحة مني، حط الراوتر في مكان مفتوح بعيد عن الحيطان او الاجهزة التانية عشان الاشارة تبقى اقوى. ولو عايز سرعة احسن، جرب تستخدم كابل ايثرنت بدل الواي فاي، هتحس انك بتطير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان ما تفوتش اي حاجة جديدة. ولو عندك سؤال عن الانترنت او عايز تعرف حاجة زيادة، اكتبها في الكومنتات وهرد عليك ان شاء الله. الانترنت بيجي منين؟ دلوقتي عرفت الحكاية كلها. نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.